النهارده هنعمل مراجعة عن شاشة ممتازة جدا من شركة MSI واللي هي إصدار MSI Pro MB 251B. هنتكلم عن مواصفاتها والإصدارات اللي متوفرة منها في السوق والمداخل بتاعتها والسماعات اللي فيها والبرنامج اللي بيجي معاها واللي هو OSD واللي معناه اون سكرين ديسبلاي أو واجهة نظام الشاشة، وكمان هعطيلك رأيي إن كانت هتنفع لك ومناسبة لاستخداماتك ولا لأ، وهقول لك على شوية نصائح تتبعهم يساعدوك في اختيار أو شراء الشاشة المناسبة ليك في حالة إنك محتاج شاشة لاستخداماتك المكتبية أو حتى للشغل. تعالى قبل ما نبدأ في مراجعة الشاشة اللي معانا النهارده خليني أقول لك بسرعة على شوية نصائح تعرف من خلالهم إزاي تختار شاشة كمبيوتر مناسبة لاستخدامك، وده لأن الموضوع مش مجرد مقاس وخلاص، لأن في كذا نقطة أساسية لازم تاخد بالك منها. أول حاجة مثلا المقاس الخاص بالشاشة والدقة بتاعتها، هل أنت محتاج شاشة صغيرة للمكتب ولا شاشة أكبر للمونتاج والألعاب؟ لازم تاخد بالك من الجزئية دي وتحددها قبل ما تروح تشتري شاشة. تاني حاجة لازم تاخد بالك منها واللي هي نوع البانل بتاع الشاشة، يا ترى هو IPS ولا VA ولا TN، وده طبعا بيفرق كتير جدا في الالوان وزوايا الرؤيه، فهعمل انا فيديو بتكلم فيه عن الفرق ما بين IPS والVA والTN او انواع البانل عموما، وهتكلم عنهم في فيديو بشكل منفصل على القناه هنا باذن الله.